السلام عليكم واهلا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا باحسن الاحوال. وقبل ما نبدو صلوا ونسلموا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. كما راكم تشوفوا الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم راح نصنعوا مع بعض الرجينه هذه نحتاجوا فيها مكونين فقط. نحتاجوا كيلة تاع سكر ونحتاجوا كيلة تاع خل، هذا اللي راح عنا في البيت. كلنا عنا هذا الخل، هو بهار لتتبيل، احنا برك نسميناه خل، يعني هو بهار لتتبيل. وإذا يعني تواجد عندك الخل الأبيض يعني ماشي البهار استعمليه، أو خل التفاح استعمليه، لا ضير. كما كنتوا تشوفوا هنا نخلطوا المكونات مع بعض ونستمر في التحريك حتى يذوب لنا هذاك، يعني تقريبا يذوب هذاك السكر مع ذاك الخل. ومن بعد ندوهم نحطوهم فوق النار تاعنا تكون متوسطة، ما تكون ناقصة قاع نهائيا، ما تكون قوية، لأنه هكا الرجينة تاعنا ما رايحش تنجح معنا. هنا بعد ما درتها فوق النار نبقى نحرك باستمرار، يعني حتى وتوخروا على النار، تبقوا كل ثواني يعني توخروا تعاودوا تولوا تحركوا، توخروا تعاودوا تولوا تحركوا، هكا باش الرجينه تاعنا تكون ناجحه معنا 100%. نشعلوا كما قلنا عليها النار ونخلوها من نار متوسطه. هنا هي بدات تغلي معانا، نحسبوا لها يعني من الوقت اللي نحطوها فوق النار نحسبوا لها 10 دقائق حتى 12 دقيقه، خلوها تغلي. وباش نعرفوا باللي يعني هذا الرجينه راهي ناجحه معانا، كي تفوت 10 دقائق نقلعوا بالمغرف فتاته هكا ونحطوها فوق لو بلون دو طرافاي ونشوفوا اسكو يعني راهي تتلاصق، تبرد هكا شويه نشوفوا اسكو راهي تتلاصق. كي تكون تتلاصق يعني نعرفوا بلي الرجينه تاعنا راهي ناجحه. هنا بعد ما طابت هذيك الرجينه يعني من 10 دقائق حتى 12 دقيقه، انا نورمالمون خليتها 12 حتى 13 دقيقه، نحطها هنايا فيها ان بلون دو طرافاي يكون نقي، ونبدا نخلط بها بهذه الطريقه، يعني خليها حتى تبرد. عنا هنا في هذه المرحله تقدروا حتى ديروها في فيلم اليمونتير، ولا في ورقه طهي، ولا في ورقه تاع 20 27، يعني ديروا ورقه 20 لا عفوا ماشي ورقه 20 27، المهم ديروها في ورقه طهي، ولا في ساشيه تاع هذوك تاع كونجيلاسيون، ولا ديروها في فيلم اليمونتير وتخلوها تبرد بهذه الطريقه. كاين اللي دخلها الكونجيلاتور ولا فريجيدير بيد ما تبرد، انا ما ننصحش بهذه الطريقه. انا هذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها يعني نعتمدها وتنجح لك 100%. شوفوا هنا راني نلم فيها، يعني ما نحاول باش ما نخليش هذوك البقايا في لو بلون دو طرافاي. شوفوا كي تلصق لكم هنايا معاكم الرجينه في يديكم شديروا، يا اما تجيبوا شويه تاع زيت، يا اما تجيبوا شويه تاع فازلين، يا اما شويه تاع هكا غير تشمخوا يديكم بالماء وتبدو تلموا فيها. شوفوا هنايا يعني مازال ما بردتش عفوا نهائيا، فلذلك غادي نحاول اني نلمها كومبليتمون. شوفوا معايا انا في هذه المرحله زدت شويه قطرات برك تاع الزيت، باسكو علاش يساعدوا باش هذاك الرجينه ما تلصق لكمش في اليدين تاعكم، ويساعدوا ايضا باش تلموا كاع هذاك العسل اللي راه في لو بلون دو طرافاي بهذه الطريقه. ونبدو ان يعني نشكلوا فيها بهذه الطريقه اللي راح تشوفوها معايا، يعني نكسلوا فيها. هذه الطريقه سهله وبسيطه، يعني بمكونات متواجده في اي بيت. يعني شوفوا هذه الرجينه تساعد باش تنزع الشعر. شوفوا هنا بعد ما لميتها تنزع الشعر، يعني بسم الله ما شاء الله. كذبش عليكم يعني انا ما نستعملهاش بزاف، سيتها معكم، يعني كاين ناس اللي ما عندهمش باش يشرو من برا، سيتها معكم، وهذه احدى الطرق باش ننزعوا الشعر من الجسم تاعنا ويطول باش ينوض. كما قلت لكم تبيض، تاخر نمو الشعر، وكما نقولوا يعني ترطب المنطقه اللي تنزعوا منها الشعر، وسهله الاستعمال.
هنا كل ما تشوفوا اليد تاعكم لصقت في هذيك الرجينه زيدوا لها شويه تاع فازلين ولا شويه تاع زيت هكا باش ما تلصقش في يديكم. شوفوا يعني تبغوا مع الاخير تقسموها يعني الكريات صغيره وتدخلوها في الفريجيدير يعني هكا في ساشيات، تبغوا ديروها في كيما درتها انا في هذه وننزع غير بشويه هي من بعد تعاود تطلق. شوفوا هنايا معايا بهذه الطريقه، تبغوا تقلعوا غير بشويه، تبغوا تخلوها في بلاصه واحده. شوفوا هي طريقه نزع الشعر كيفاش تكون، تزيروا مليح مليح وتقلعوا الشعر تاعكم بهذه الطريقه يعني تنزع بسم الله ما شاء الله. وكذلك الخل اللي في هذا الرجينة يساعد باش يأخر نمو الشعر. إلى هنا حبيباتي نكون وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا اليوم. تنسوش ديرونا اشتراك، تهلاو في روحكم وسلام.